طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة إخبارية تأتيكم من فضائية كركوك، نبدأها من أبرز العناوين. باف الجلال طلباني يهنئ الكوادر التربوية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد معلمي كردستان. المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد أن اتحاد معلمي كردستان له دور كبير وريادي. مديرية الموارد المائية والزراعة في كركوك تكشفان عن الخطة المعدة للموسم الزراعي الصيفي في ظل نقص المخزون المائي. الشرطة الاتحادية تعلن العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة خلال عملية تفتيش في الحويجة ووادي زغيتون. النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود يؤكد أن الحوار والتفاهم كفيل بتجاوز الانسداد السياسي. وجه باف الجلال طلباني برقية تهنئة إلى الكوادر التربوية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد معلمي كردستان. وقال باف الجلال طلباني أنه وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد معلمي كردستان أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المعلمين في كردستان، وأتمنى لهم دوام الموفقية والنجاح. وأضاف: نحيي اليوم بكل احترام ذكرى جميع المعلمين المناضلين الذين كان لهم دور مهم وفاعل في التاريخ النضالي لشعبنا، وقدموا تضحيات كبيرة جنبا إلى جنب مع البيشمركة الأبطال في سبيل شعب كردستان. لن ننسى التاريخ المشرف للمعلمين في تطوير مسيرة التعليم وتربية الأجيال المتعاقبة في كردستان، وننحني إجلالا لهذا التاريخ الذهبي. وأكد باف الجلال طلباني أنه وفي الأعوام الماضية مر المعلمون الأعزاء في كردستان بأوضاع مالية صعبة، لكنهم استمروا في مسيرة التربية والتعليم بكل إخلاص وتفاني، وعملوا على استمرار مسيرة التعليم وبناء جيل متجدد، قائلا: إن الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون وفيا أمام هذا الموقف النبيل، ونعاهدكم بأننا سنبذل كل الجهود من أجل توفير حقوقكم. وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني برقية تهنئة إلى الكوادر التربوية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس اتحاد معلمي كردستان. وقال المكتب السياسي في بيان: نوجه أحر التهاني إلى جميع الأعضاء والعائلة التربوية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس اتحاد معلمي كردستان. وأضاف: إن اتحاد معلمي كردستان وكمدرسة لتطوير التربية والتعليم له الدور الكبير والريادي في إثراء وتعميق الفكر الكردي الشامخ وتربية صحية وعلمية عصرية. وأكد المكتب السياسي أنه وفي هذا الظرف الراهن ننتظر من اتحادكم العمل بنفس الروحية العالية خدمة للمعلمين والمراكز التعليمية، وتحقيق وضمان مطالب المعلمين المشروعة عبر الضغوطات المدنية، كما يجب العمل كمنظمة مهنية ومدنية تمثل شريحة المعلمين بشكل حقيقي في الصفوف الأمامية نحو الإعمار وتطوير العملية التربوية والتعليمية بشكل أكبر. وختم المكتب السياسي بيانه بتحية جميع المعلمين الذين وهبوا حياتهم في خدمة التربية والتعليم وعملوا على إيصال جيل جديد من المتعلمين الطليعيين. وجهت الدكتورة ريوازة فائق رئيسة برلمان كردستان برقية تهنئة إلى اتحاد معلمي كردستان بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس الاتحاد. وجاء في نص البرقية: نبعث أجمل التهاني لرئيس وأعضاء سكرتارية وجميع معلمي ومدرسي كردستان بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس اتحاد معلمي كردستان، آملين لهم النجاح الدائم، ونأمل كذلك أن تكون المناسبة مبعثا لتطوير العمل التنظيمي لاتحادكم.
وفي هذه الذكرى المباركة نثمن الدور الفاعل للمعلمين ونشيد بموقفهم الصامد على الرغم من ظروفهم الصعبة. لم يتوقفوا في إثراء قافلة التربية والتعليم واستمروا في تنفيذ المهام المقدسة الموكلة إليهم، وستبقى تضحيات ومواقف المعلمين خلال المرحلة أو المراحل المختلفة خالدة في ذكرى شعب كردستان. وأضافت إن برلمان كردستان يعرب عن دعمه الكامل للعمل المنظماتي الديمقراطي والمدني من أجل تقديم خدمات أكثر لمعلمي ومدرسي كردستان وتهيئة العيش الرغيد لهم بما يتلائم ومستوى تضحياتهم. هنأ رواند ملا محمود مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد معلمي كردستان. وتقدم رواند ملا محمود بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس اتحاد معلمي كردستان بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى رئيس الاتحاد وأعضاء مكتب السكرتارية وعموم معلمي كردستان وخصوصا معلمي كركوك، متمنيا لهم نجاحات مستمرة زاخرة بالعطاء. وأكد رواند ملا محمود أن اتحاد معلمي كردستان ومنذ بداية تأسيسه وفي مختلف المراحل أدى دورا رياديا في الدفاع عن حقوق شعب كردستان، وكان مركزا مهما لنيل الحقوق المشروعة للمعلمين إلى جانب عملهم المقدس وجهودهم المباركة في تنشئة الأجيال الجديدة لضمان مستقبل مشرق. وتوجه مسؤول مركز تنظيمات كركوك بخالص الشكر إلى معلمي كردستان على ما بذلوه من جهود لمواصلة العملية التربوية والتعليمية بإخلاص على الرغم من الأزمات والمصاعب، مطالبا حكومة إقليم كردستان بتقديم أفضل الخدمات وكل ما يستحقه معلمو كردستان من صرف مستحقاتهم المالية وضمان صرف الرواتب في أوقاتها وتعديل قانون رواتب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية لينعكس ذلك على واقع تطور العملية التربوية والتعليمية وكل ما يليق بهم. هنأت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي اتحاد معلمي كردستان بالذكرى السنوية لتأسيسه. وأكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برقية إلى سكرتارية اتحاد معلمي كردستان إن يوم 15 من آيار يوم مشرف في تاريخ كردستان، وإن تأسيس اتحاد معلمي كردستان قبل 60 سنة كان خطوة علمية تقدمية قومية في التاريخ، ونحن في هذا اليوم المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالتبريكات ونعبر عن منتهى تقديرنا إلى جميع معلمي كردستان. كما أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أنها ستكون مدافعة عن كامل حقوق المعلمين ومطالبهم الذين لعبوا الدور الطليعي بما قدموه من علم ومعرفة وتربية صالحة لأبناء كردستان، مبينة أنه ورغم جميع الأزمات والتلكؤات التي أصيب بها القطاع التربوي استطاع المعلمون أن يحافظوا على جودة التعليم. كشفت مديرية الموارد المائية والزراعة في محافظة كركوك عن الخطة المعدة للموسم الزراعي الصيفي في ظل نقص المخزون المائي الناتج من قلة تساقط الأمطار والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد من التصحر والعواصف الترابية. أعلنت مديرية الموارد المائية في كركوك عن خطتها الزراعية الصيفية لهذا الموسم، كاشفة عن مجموعة إجراءات وآليات تجنبا لهدر المياه، خصوصا في ظل عدم تساقط الأمطار بغزارة للسنة الثالثة على التوالي. محافظة كركوك تعتمد في نظامها الإروائي على خزين سد دوكان، وهو من السدود الخزنية القديمة في العراق. لا توجد هنالك سدود خزنية كبيرة في محافظة كركوك، وهنالك سدود صغيرة مثل سد شيرين وبلكانة وسد خاصة شاي. هذه السدود سدود صغيرة، سدود حصاد مياه.
خطة مديرية الموارد المائية في كركوك بالنسبة للخطة الزراعية طبعا تم تقليلها إلى نسبة 50%، وذلك لعدم هدر المياه في الظرف الحالي، لكون ثالث سنة هذه غير بها الأمطار غير موجودة. وكذلك احنا ميدانيا نتابع المياه المطلقة، وهنالك لدينا جداول مراشنة معدة للتوزيع العادل للمياه. مديرية زراعة كركوك من جهتها حددت الخطة العامة لمحافظة كركوك للموسم الصيفي بحدود 218 ألف دونم، مؤكدة أن التصحر وظروف الجفاف وقلة الأمطار أثرت بشكل كبير على الخزين المائي للسدود في العراق. خطة محافظة كركوك للموسم الزراعي 2022 الصيفي هي أعدت وتم المصادقة عليها من قبل وزارة الزراعة وأيضا الموارد المائية. أصبح الخطة العامة لمحافظة كركوك للموسم الصيفي هي 218 ألف دونم اعتمادا على مصدر الآبار وكذلك المشاريع الإروائية وحسب المحددات اللي أصبح بموجبها الخطة. أدى طبعا آثار تدري التصحر وظروف الجفاف وأيضا انحسار الأمطار للسنوات الاثنين أو الثلاثة الماضية هي أثرت بشكل كبير على منسوب الخزين المائي للسدود بالعراق، وكذلك انخفاض المستوى المائي وأيضا الإطلاقات المائية لتنفيذ الخطة الزراعية لكامل مساحة محافظة كركوك. تكاتف جهود جميع الأطراف ذات العلاقة من شأنه التقليل من الآثار المترتبة على نقص الخزين المائي في ظل نقص المخزون المائي الناتج من قلة تساقط الأمطار والتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد من التصحر والعواصف الترابية. عثرت الشرطة الاتحادية على قنابر هاون وعبوات ناسفة خلال عملية تفتيش في كركوك. وقالت الداخلية الاتحادية في بيان إن قوة من اللواء الثاني للشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش المنطقة المحاذية لوادي النفط في قضاء الحويجة بكركوك، أسفرت عن العثور على 4 قنابر هاون مختلفة الأنواع. وفي سياق متصل أعلنت الداخلية الاتحادية في بيانها إن قوة من الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش في المنطقة وادي زغيتون، أسفرت عن العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون، حيث تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي. أجابت المحكمة الاتحادية العليا عن استفسار رئيس الجمهورية حول عبارة الأمور اليومية الواردة في المادة 64 ثانيا من الدستور. وأوضح النائب بريان رشيد عضو لجنة الاقتصاد النيابية إن المحكمة الاتحادية أجابت على استفسار رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بشأن عبارة الأمور اليومية، موضحا إن المحكمة الاتحادية قررت بأن تشريع القوانين ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال. وأضاف إنه وبعد قرار المحكمة الاتحادية فإن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لن يتم التصويت عليه. أوضح النائب عن تحالف الفتح أحمد الموسوي أن الإطار التنسيقي لا يرغب بإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى، ويقدم المصلحة العامة من أجل حل المشاكل السياسية والذهاب نحو تشكيل الحكومة. وقال الموسوي أن الأطراف التي تعتبر نفسها فائزة بالانتخابات متخوفة من إجراء عملية اقتراع جديدة، لأن جميع الأطراف التي تستشعر الغبن وتدرك أن هناك استهدافا قد حصل بحقها وإن من مصلحتها إجراء الانتخابات. وأضاف أن الإطار من مصلحته إعادة الانتخابات مرة أخرى، لكنه يقدم المصلحة العليا على المصالح الخاصة، فضلا عن أن المواطن غير مستعد لإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى. وبين الموسوي أن الإطار التنسيقي يعمل حاليا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة والذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة تحل المشاكل القائمة، وبالتالي لا توجد أي مخططات أو تحركات لإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى، وإنما حل المشاكل من خلال تشكيل الحكومة. أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود أنه لا يمكن الخروج من حالة الانسداد السياسي
إلا بالعودة إلى طاولة الحوار والتفاهم بين الكتل. وقال الصيهود إن استمرار الانسداد السياسي يراد منه إبقاء حكومة تصريف الأعمال وخروقاتها الدستورية والقانونية بما يخدم مصالح ومكاسب شخصية وحزبية لبعض الكتل التي ما زالت متمسكة بسياسة التهميش وإقصاء الآخر. وأضاف إن الكرة اليوم هي في ملعب الكتل السياسية التي لا تريد الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم، والتي عليها أن تعي جيدا إن مشروع الأغلبية السياسية قد فقد جميع مبرراته، على اعتبار أنه لا يمكن تشكيل الحكومة بمعزل عن الإطار أو التيار، وبالتالي فإنه لا بديل لحل الأزمة السياسية الراهنة الآن بعودة الحوارات والتفاهم والمفاوضات التي من شأنها تصفير الخلافات. أعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على أعتدة وأسلحة وأوكار لإرهابيين في خورماتو. وذكرت الخلية في بيان إن قوات المقر المسيطر لعمليات خورماتو تمكنت من العثور على 4 أوكار للإرهابيين وضبط 4 هاونات وعدد من القنابل اليدوية والمواد المتفجرة. وأضافت أن قوات الفرقة الثامنة تمكنت من العثور على عبوتين ناسفتين وكميات من القنابل والمقذوفات الحربية ومنصة إطلاق صواريخ، مشيرة إلى تدمير وكرين قديمين لإرهابيين وكتسي من مخلفات عصابات داعش الإرهابية. وأشارت إلى أن الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية عثرت على كت يحتوي على 10 عبوات ناسفة محلية الصنع ومسطرتي تفجير ومواد متفجرة، فضلا عن العثور على عبوة مزروعة في أحد الطرق تم تفجيرها ضمن قاطع المسؤولية. أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 7 متهمين بالإرهاب في العاصمة بغداد. وذكرت الوكالة في بيان إن مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على 7 متهمين بالإرهاب خلال العملية الأمنية، حيث ألقت مفارز سيطرة الشعب القبض على متهمين 2 وفق أحكام المادة 4 إرهاب حاول النفاذ من السيطرة. وأضاف البيان إن مفارز سيطرات التاجي وأبو غريب الجديد والمعامل والدورة والتحرير ألقت على متهم واحد في كل منهما وفق قضايا تتعلق بالإرهاب، حيث تم اقتياد الملقى القبض عليهم إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون. أعلن التحالف الدولي عن قيمة المساعدات المقدمة للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي. وذكر التحالف في بيان إن قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب قدمت ما يعادل 219 مليون دولار من المساعدات إلى القوات الشريكة في العراق والقوات الشريكة في سوريا في الربع الأول من العام الحالي من خلال البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة إرهابي داعش، مبينا أن ذلك جاء في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على هزيمة إرهابي داعش الدائمة. وأضاف أن البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة الإرهاب عبارة عن اعتماد أمريكي لكل 2 سنين مخصص لسد الفجوات في قدرات القوى الشريكة لضمان هزيمة إرهابي داعش الدائمة. وتابع التحالف قائلا إن البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة إرهابي داعش قدم منذ العام 2014 أكثر من 8 مليارات و900 مليون دولار من المساعدات. حدد بيير لودهامر المدير الأقدم لبرنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة لإجراءات المتعلقة بالألغام إن المساحة الملوثة بالألغام تمتد عبر أكثر من 1500 منطقة من المدن المحررة. وقال لودهامر إن حجم التلوث بالألغام كبير جدا في العراق بسبب الحروب التي خاضها، مشيرا إلى أن كل هذه الحروب استخدمت فيها ألغام وولدت مخلفات حربية تختلف عن الأخرى. وأضاف أن تنظيم داعش الإرهابي زاد هذا التلوث من خلال العبوات المبتكرة في زرعها في أكثر من 1500 منطقة مكتشفة بالدليل المباشر والذي يمكن أن يرى بالعين المجردة.
وأكد أن الحكومة يجب أن تأخذ خطوة كبيرة تجاه هذا العمل بالمبادرة والمساهمة في تمويل الجهات المختصة بذلك، مستدركا بأنه لا يمكن تطهير جزء من تلك الأراضي وترك أجزاء أخرى ملوثة بالألغام التزاما بالاتفاقية، حيث يجب تطهيرها بأجمعها. أعلنت مديرية المرور العامة أعداد السيارات في العراق، فيما أشارت إلى عدم وجود حماية للطرق العامة والسريعة. وقال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل في مؤتمر صحفي إن هناك كما هائلا من المركبات التي دخلت البلاد بعد العام 2003، والأمر مضطرب لزيادة أعداد المركبات مع بقاء شوارع بغداد والمحافظات على حالها، ولم تشهد الطرقات منذ 30 عاما أي تطور إلا بشيء خجول جدا. وأضاف إن أعداد السيارات التي دخلت البلاد يكاد يكون 7 ملايين مركبة عدا إقليم كردستان. وذكر إن هناك تقدما بطيئا في بناء الجسور والمجسرات والأنفاق والشوارع، ولا توجد حماية للطرق العامة والسريعة وحتى الجزرات الوسطية. ختاما، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.